السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة مخلل الليمون بالعصفر. ما شاء الله حاجة جميلة جدا وحاجة سهلة وبسيطة. وطبعا اي بيت ما بيستغناش عن مخلل الليمون. طبعا عملناه بكل سهولة وكل بساطة وما اخدش مننا وقت خالص. ما شاء الله بعد اسبوع فتحنا عليه واكلنا منه. كان طعمه عامل زي الزبدة بالظبط. يعني مش قادرة اقولك كانت ريحته عاملة ازاي وطعمه عامل ازاي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل مع بعض مخلل الليمون بالعصفر ازاي. انا كده عندي اول حاجة كيلو من الليمون زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي. انا غسلته كويس جدا. وبعد كده بقى هجيب عندي سكينة وهفتح الليمون زي علامة الزائد بالشكل ده. اهو زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. انا كده فتحت الليمون زي علامة الزائد كده. اهو ما شاء الله. طبعا هفتح بقى الكمية معاكم. الكمية ديت كيلو من الليمون. اهو كده ما شاء الله. انا فتحت بقى الكمية زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. طبعا انا منقية الليمون ولا هو كبير ولا هو صغير. بالشكل ده. وطبعا بنجيب الليمون اللي هو القشرة اللي خشنة شوية، ما بنجيبش القشرة الناعمة. اهو كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى حطيت حلة على النار وحطيت فيها مية. طبعا اول ما المية تبتدي ان هي تغلي بنزل بالليمون، بيقعد معايا 10 دقايق بالظبط. يعني بسلق الليمون 10 دقايق بالظبط. اهو زي ما انتوا هتشوفوه بالطريقة دي. وبكده ما شاء الله كان الليمون اتسلق معايا وسبته لغاية لما برد. طبعا هجيب عندي بولة. عشان نعمل الخلطة بتاعة العصفر بتاعة الليمون. حطيت فيها جزراية مبشورة. وحطيت فيها فلفل أخضر على أحمر مفروم. وبعد كده بقى نزلت عليهم ب3 معالق من حبة البركة زي ما انتوا شايفينهم بالطريقة دي. طبعا الكمية ديت هتاخد معايا يعني كيلو الليمون هياخد معايا 4 معالق من الملح. طبعا أنا كده في الخلطة دي نزلت عليهم بمعلقتين 2 من الملح. وبعد كده بقى نزلت عليهم بشوية من الزيت وهقلب كل ده كده مع بعضه كويس جدا. طبعا انا حطيت معلقتين من الملح في الخلطة. وهحط معلقتين من الملح في المية بتاعت الليمون. بعد كده بقى نزلت عليهم بشوية من العصفر بالطريقة دي. وهقلبهم مع بعض كويس جدا. ما شاء الله كانت ريحتهم جميلة جدا. وكان اللون ما شاء الله لون العصفر بقى مع حبة البركة والجزر والفلفل كان لونه جميل جدا. بعد كده بقى هجيب عندي الليمون بقى وهبتدي ان انا احشي الليمون. بخلطة العصفر زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. اهو احنا كده بنحشيه بالطريقة دي وبالشكل ده. زي ما انتوا شايفينه كده. وبكده ما شاء الله بقى خلصت كمية الليمون. طبعا حشيت الليمون بالخلطة اللي احنا عاملينها. بعد كده بقى هجيب عندي البولة طبعا اللي انا كنت حاطة فيها الخلطة بتاعة الليمون. نزلت فيها بربع كوباية من الخل. وبعد كده بقى كنت شايلة شوية كده على جنب من الخلطة بتاعة العصفر. حطيت منها معلقة. وبعد كده بقى نزلت عليهم بزي 3 معالق من الزيت. وبعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقتين من الملح. زي ما قلت لكم حطيت معلقتين من الملح على الخلطة بتاعة العصفر. وهحط معلقتين من الملح على المية بتاعة الليمون اللي انا هحطها على الليمون المخلل. بعد كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا ما حطيتش ميه من الحنفيه ولا حاجه. انا جبت 3 كوبايات من الميه بتاعه سلق الليمون. وحطيتها كده عندي في البوله زي ما انتوا شايفينها كده وقلبتها مع بعض كويس جدا بالملح. بعد كده بقى جبت عندي البرطمان اللي انا هحط فيه الليمون. طبعا انا غسلاه كويس جدا. وبعد كده بقى جبت عندي زي معلقة كده من الخلطة بتاعة العصفر. حطيتها في البرطمان كده من تحت. وبعد كده بقى هرص عليها الليمون بالشكل ده. وبكده بقى ما شاء الله رصيت كده الليمون كده. اخد اول رصة كده معايا بالشكل ده. وبعد كده بقى جبت قرن فلفل حامي. حطيته كده في البرطمان كده من تحت. ما شاء الله بيديله طعم حلو جدا. وبيديله ريحة جميلة جدا. بعد كده بقى كملت بقى باقي الخلطة كده معايا وحطيتها على وش الليمون بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده بقى جبت عندي برضو قرنين فلفل حامي.
زي ما قلت لكم بيخلي طعم الليمون حلو جدا وبيخلي ريحته حلوه. بعد كده بقى هجيب بقى عندي خلطة المية اللي انا عملتها بتاعة الليمون بالشكل ده، وهحطها كده على الليمون بالطريقة دي اهو كده. لازم ان احنا نغطي الليمون بالمية زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم انا محطيتش مية من الحنفية ولا حاجة، انا حطيت المية بتاعة سلق الليمون اللي انا كنت سلقة فيها الليمون اهو كده ما شاء الله بالشكل ده. طبعا هغطيه وهحطه بقى كده على جنب على الرخامة، وبعد اسبوع بالظبط هنفتح على الليمون وهنشوفه عامل ازاي. اهو كده ما شاء الله، يعني بعد اسبوع بالظبط، قعد معايا اسبوع بالظبط الليمون. وبعد كده بقى فتحت عليه ما شاء الله جميل جدا وحلو قوي وريحته جميلة جدا، يعني مستوي. طبعا الليمون عامل زي الزبدة بالظبط اهو كده ما شاء الله بقى بطلعه جميل جدا. طبعا اي بيت ما بيقدرش يستغنى عن اي مخلل طبعا انت بتعمليه. ما شاء الله زي ما قلت لكم الليمون دايب دايب يعني خالص، وطعمه جميل جدا وطعمه عامل زي الزبدة كده، والحدق بتاعه كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده والجمال ده. طبعا ما خدش مننا وقت خالص، وزي ما بوريهولكوا اهو جميل جدا. عايزه اقولك بقى لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.